قال وبها يرزق كل شيء، وبها يرزق كل شيء. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة، أن هذه الكلمات من أعظم أبواب الرزق، من أعظم أبواب الرزق، أعظم ما ينال به العبد رزقه وسعادته في الدنيا والآخرة تسبيح الله بحمده، أن يقول سبحان الله وبحمده، منزها ربه، حامدا له، مثنيا عليه، معظما له جل وعلا. هذا أعظم أبواب الخير والسعادة والرزق والهناء في الدنيا والآخرة. قال وبها يرزق كل شيء. ثم ذكر مكانة هذه الكلمة العظيمة، وتأمل رعاك الله. قال فإنها، أي سبحان الله وبحمده، صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، والكلام يمضى على ظاهره ويؤمن به كما جاء على حقه وحقيقته. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء. وهذا المعنى اقرأه في قول الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا معنى قوله صلاة كل شيء، فكل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم. والله عز وجل أطلع بعض خلقه على شيء من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسمعون صوت التسبيح من الحصى الذي في يده. ثم أخذ الحصيات أبو بكر فسبحت في يده، وأخذها عمر فسبحت بيده، والصحابة يسمعون تسبيحها، حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام. أطلعهم الله على ذلك. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإذا قوله فإنها صلاة كل شيء أي ذكر كل شيء وتسبيحه. فالكائنات كلها تسبح الله، كلها تسبح الله، تسبح الله بحمده، تقول سبحان الله وبحمده، تردد هذه الكلمة. وانظر جمال هذا البدء وحسنه في التفهيم وضبط العلم. قال نوح لابنه آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. لم يبدأ مباشرة بقوله آمرك بلا إله إلا الله وأنهاك عن كذا، وإنما أجمل له ما سيوصيه به بقوله آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. وهذا أمكن في الفائدة وأبلغ في التعليم، لأن الابن بهذه الطريقة يحفظ أن أباه أو والده أوصاه بوصيتين ونهاه عن أمرين، فإذا نسي شيئا منهما تذكر وحاول أن يستحضر الأمر، بخلاف إذا أطلقت الوصية دون أن تضبط بمثل هذا العدد. قال آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الأمر الأول الذي أمره به قال آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان، ولا يثقل كما جاء في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر لا يثقل مع اسم الله شيء. أثقل شيء في الميزان لا إله إلا الله، وليس هناك شيء أثقل منها في الميزان. كلمة لا لها وزنها الثقيل في الميزان ولها مكانتها العلية، فهي أعلى ما يكون في دين الله تبارك وتعالى. قال لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، أي مالت وثقلت لا إله إلا الله. فهذا يبين لنا مكانة هذه الكلمة. أمر آخر أيضا يبين مكانتها، قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة، أي حلقة مفرغة، لقصمتهن لا إله إلا الله، وفي رواية لفصمتهن لا إله إلا الله. والفصم والقصم هما كسر الشيء، وهنا قال لقصمتهن أي لكسرتهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على قوة هذه الكلمة وعظم أثرها وعلو مكانتها وكبير قدرها في دين الله تبارك وتعالى. ثم قال وسبحان الله وبحمده، أي وآمرك بسبحان الله وبحمده. وهذه الأمر الثاني، أو
وهذا الأمر الثاني. قال آمرك باثنتين: الأمر الأول لا إله إلا الله، والأمر الثاني سبحان الله وبحمده. قال وسبحان الله وبحمده، أي وآمرك بسبحان الله وبحمده. وهذه أيضا كلمة عظيمة جليلة القدر، هي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، كما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده كلمة عظيمة ثقيلة في الميزان، عندما توضع في الميزان يوم القيامة لها ثقلها العظيم، وهي حبيبة إلى الرحمن، يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، ويحب من عباده أن يكثروا منها. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا يبين لنا مكانة هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، جمع فيها بين التسبيح والتحميد. ثم ذكر له الأمرين اللذين ينهاه عنهما. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. ينهاه عن أمرين هما الشرك والكبر. ولاحظ خطورة الكبر هنا بقرنه مع ماذا؟ مع الشرك، أعظم الذنوب. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. إذن واجب على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يتقيه وأن يحذر منه وأن يجتنبه. ومن لا يعرف الشرك كيف يتقي الشرك وهو لا يعرفه؟ والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. من جعل لله ندا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، سواء خصائصه في ربوبيته أو خصائصه في أسماء وصفاته أو خصائصه جل وعلا في ألوهيته، فقد اتخذ مع الله شريكا. ولهذا أهل النار إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه حقيقة الشرك، تسوية غير الله بالله، أن يجعل غير الله عديلا ومساويا ومماثلا لله تبارك وتعالى في شيء من خصائص الله. فهذا هو الشرك وهذه حقيقته. فما الكبر؟ الكبر سفه الحق وغمص الناس، أي أن الكبر حقيقته تقوم على ركيزتين ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وذكرهما في أحاديث عديدة سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. يقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى قال: سفه الحق. سفه الحق أي رد الحق والاستهانة به وعدم قبوله والاستخفاف به والاستكبار عنه، فهذا كبر. وغمص الناس أي الترفع عليهم واحتقارهم والإزراء بهم والانتقاص لهم، فهذه حقيقة الكبر. ليس الكبر أن يلبس الإنسان ثوبا جميلا، ولا من الكبر أن يلبس حذاء جميلا، أو تكون له دابة جميلة، أو يكون يجلس إلى بعض إخوانه ويجلسون إليه. ليس كل ذلك من الكبر في شيء. الكبر يقوم على ركيزتين هما سفه الحق وغمص الناس.